أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من تلفزيون جمهورية صوماليلاند نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار نستهلها بأهم وأبرز العناوين. وفد نائب رئيس الجمهورية يصل إلى إقليم أوضل. وصول وفد نائب رئيس الجمهورية إلى مدينة كلابير بالتزامن مع وصول وفد أمين عام حزب كلمية الحاكم. وزير وزارة التربية والتعليم العالي يعقد لقاء موسع. كل من وزيرة المالية ووزير التخطيط القومي ومشاركتهم في مناسبة توزيع مساعدات غذائية. أعزائنا المشاهدين، كانت هذه أبرز عناويننا، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. قام اليوم نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي وبرفقته أعضاء من مجلس الوزراء قاموا بزيارة طارئة إلى إقليم أوضل، وذلك لإغاثة مواطني المنكوبين إثر موجة الجفاف والتصحر التي ضربت الإقليم مؤخرا. قام اليوم نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي وبرفقته عدد من أعضاء المجلس الوزراء قاموا بزيارة طارئة إلى إقليم أوضل، وذلك لإغاثة المواطني المنكوبين إثر موجة الجفاف والتصحر التي ضربت الإقليم مؤخرا، وأدت إلى وفاة عدد من الأشخاص نتيجة شح المياه والمواد الغذائية. وعقد وفد نائب رئيس الجمهورية عدة لقاءات في إقليم أوضل، خاصة مدينة بورما، مع التجار ورجال الأعمال ومواطني الإقليم، وتناقشوا حول كيفية إغاثة المتضررين من الجفاف والتصحر والمواطنين الذين نزحوا من قراهم ومدنهم نتيجة لشح المياه. وتحدث في هذه المناسبة مسؤولي الإقليم ومواطني ورجال الأعمال في الإقليم، قدموا من خلال حديثهم شرحا مفصلا عن حجم المأساة التي يعاني منها الإقليم. وتحدث أيضا وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث ووزير وزارة الدفاع، وتطرقا من خلال حديثهما إلى أهمية مساعدة المتضررين من موجة الجفاف والتصحر. وتحدث أيضا في نهاية هذه المناسبة نائب رئيس الجمهورية، أشار من خلال حديثه إلى أهمية مساعدة المتضررين من خلال جمع تبرعات لهذا الغرض. وصل اليوم وفد نائب رئيس الجمهورية إلى مدينة كلابير بإقليم قبيلي بالتزامن مع وصول وفد أمين عام حزب كلمية الحاكم للمدينة. وصل اليوم نائب رئيس الجمهورية إلى مدينة كلابير بإقليم قبيلي بالتزامن مع وصول وفد أمين عام حزب كلمية الحاكم، حيث حظي وفد أمين عام حزب كلمية الحاكم باستقبال حافل من قبل مواطنين الإقليم. وأقيمت مناسبة احتفالية في إحدى ساحات المدينة التي وصل إليها الوفدان سيرا مع مواطني المدينة. وتحدث في هذه المناسبة مسؤولي إقليم قبيلي، رحبوا من خلال حديثهم بوفد نائب رئيس الجمهورية ووفد أمين عام حزب كلمية الحاكم. وتحدث أيضا خلال هذه المناسبة وزير وزارة الدفاع معالي أحمد حاجي عظمي، شكر من خلال حديثه مواطني مدينة كلابير على حسن الضيافة والاستقبال. وتحدث أيضا أمين عام حزب كلمية الحاكم سعادة موسى بيحي عبدي، شكر من خلال حديثه مواطني إقليم قبيلي على حفاوة الاستقبال ومع الوفد المرافق له. وتطرق أيضا إلى التاريخ العريق لمدينة كلابير. وتحدث نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي، أشار من خلال حديثه إلى الهدف الأساسي لهذه الزيارة التي يقوم بها مع الوفد الوزاري المرافق له إلى إقليم أوضل، وذلك لتقديم إغاثة عاجلة لعدد كبير من مواطني مقاطعات إقليم أوضل الذين تضرروا من الجفاف والتصحر، وأدى ذلك إلى وفاة عدد من الأشخاص في بعض قرى إقليم أوضل. وصل اليوم أمين عام حزب كلمية الحاكم سعادة موسى بيحي عبدي ومرشح الحزب لرئاسة الجمهورية وبرفقته وفد الموسع، وصلوا إلى نواحي مدينة توغ وتشالي التابعة لإقليم قبيلي. وصل اليوم أمين عام حزب كلمية الحاكم سعادة موسى بيحي عبدي ومرشح الحزب لرئاسة الجمهورية وبرفقته وفد موسع، وصلوا إلى نواحي مدينة توغ وتشالي التابعة لإقليم قبيلي. هذا وكما استقبلهم هناك جمع غفير من مؤيدي الحزب، وأظهروا من خلال تجمعاتهم وهتافهم بكلمات معبرة عن مدى تأييدهم التام لحزب كلمية الحاكم. وفي كلمة لعمدة مدينة توغ وتشالي سعادة عبد صليبان ومحافظ إقليم قبيلي سعادة حمزة محمد عبدي وعدد آخر من عقال وشيوخ العشائر، شكروا من خلال حديثهم كافة اللجان ومسؤولين ومواطنين المشاركين في تنظيم عملية التدوين الناخبين ومنح بطاقات الانتخابات في إقليم قبيلي. وكما شكروا من خلال حديثهم مواطنين مدينة توغ وتشالي على استقبالهم الرحب لرئيس حزب كلمية الحاكم والوفد المرافق له.
وكما تحدث هناك وزير وزارة التجارة بجمهورية سوماليلاند معالي حسين آدم عقي ووزير وزارة الصناعة معالي شعيب محمد موسى. شكروا من خلال حديثهم مواطنين مدينة تقوى تشالي على ما أظهروه من تأييد لحزب الحاكم كلمية. وفي الختام تحدث هناك رئيس حزب كلمية الحاكم سعادة موسى بيحي عبدي. شكر من خلال حديثه مواطنون مدينة تقوى تشالي لما قاموا به من ترحيب واستقبال حافل له، وكما أشار إلى الدور الفعال التي يقوم به مواطني مدينة تقوى تشالي في سبيل تقدم وتطور الوطن. عقد اليوم وزير وزارة التربية والتعليم العالي بجمهورية صوماليلاند معالي عبد الله إبراهيم هاباني وبرفقته وزير الدولة للوزارة وعدد آخر من المسؤولين عقدوا لقاء موسع مع مدراء مختلف عموم المدارس في البلاد، وهدف هذا اللقاء للتناقش حول كيفية رفع مستوى العملية التعليمية في البلاد. عقد اليوم وزير وزارة التربية والتعليم العالي بجمهورية صوماليلاند معالي عبد الله إبراهيم هاباني وبرفقته وزير الدولة للوزارة وعدد آخر من مسؤولي وزارة التربية والتعليم عقدوا لقاء موسع مع مدراء عموم مختلف مدارس البلاد، وهدف هذا اللقاء للتناقش حول كيفية رفع مستوى عملية التعليم في البلاد. وتحدث في البداية هناك عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم والذي من بينهم السيد مهد إبراهيم رحبوا من خلال حديثهم بهذا اللقاء الذي عقده وزير التربية والتعليم العالي لتفقد كيفية سير عملية التعليم بمختلف مدارس البلاد، وكما ناشدوا من خلال حديثهم كافة المشاركين في هذا اللقاء بضرورة المشاركة في حملة إغاثة المتضررين من موجة الجفاف والتصحر التي ضربت البلاد مؤخرا. وكما تحدث هناك رئيس مكتب الامتحانات القومية سعاد داود أحمد فارح ناشد من خلال حديثه بمدراء عموم المدارس بضرورة تحصيل سجلات المطلوبة منهم خلال نهاية الأسبوع. وكما تحدث هناك وزير الدولة لوزارة التربية والتعليم العالي سعادة محمد آدم أشار من خلال حديثه إلى أهمية التعاون بين مدراء المدارس مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم لتحسين عملية التعليم بمختلف مدارس البلاد. وفي الختام تحدث هناك وزير وزارة التربية والتعليم العالي معالي عبد الله إبراهيم هاباني ناشد من خلال حديثه العاملين في مجال التعليم بضرورة المشاركة لمواجهة الأضرار التي خلفتها موجة الجفاف بعديد من أقاليم البلاد. وكما تطرق مطورين إلى ضرورة التركيز على الامتحانات القومية وعلى مدراء المدارس التعاون معهم. شارك اليوم كل من وزير وزارة المالية ووزير وزارة التخطيط القومي واللجنة القومية لمواجهة الجفاف والتصحر ومسؤولي ديوان الزكاة ومسؤولي مؤسسة زمزم الخيرية شاركوا في مناسبة تسليم مساعدات عبارة عن 400 سلة غذائية للأسر المتضررة من موجة الجفاف والتصحر، وذلك في منطقة بلي عصي. شارك اليوم كل من وزيرة المالية ووزير وزارة التخطيط القومي واللجنة القومية لمواجهة الجفاف والتصحر ومسؤولي ديوان الزكاة ومسؤولي مؤسسة زمزم الخيرية وأعضاء من الوفد القطري شاركوا في مناسبة لتوزيع مساعدات عبارة عن 400 سلة غذائية للأسر المتضررة من الجفاف والتصحر، وذلك في منطقة بلي عص تابعة لإقليم مرودي تشيح. وتحدث في بداية هذه المناسبة مدير عام هيئة الحياة الخيرية سعادة شعيب عبد اللطيف تطرق إلى الدور الكبير لمؤسسة زمزم الخيرية لتقديم مساعدات للمتضررين والمحتاجين خاصة من الجفاف والتصحر التي ضربت أقاليم في صوماليلاند مؤخرا. وتحدث أيضا أحد أعضاء الوفد القطري الشيخ عبد الناصر أشار من خلال حديثه إلى الأوضاع الصعبة التي تعاني منها هذه المناطق، وتطرق أيضا إلى كيفية مساعدة هؤلاء الأشخاص، وأضاف قائلا حاليا احنا في صدد تقديم 400 مساعدة للأسر المحتاجة، وإن شاء الله خلال الشهر القادم بنحاول أن نوصلها ل 4000 أو 10000 إن شاء الله. وتحدث أيضا الشيخ عبد الرحمن أحد أعضاء اللجنة القومية لمواجهة الجفاف والتصحر أشاد بالأعمال التي تقوم بها اللجنة بمساعدة مسؤولي الحكومة والهيئات العالمية والمنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني. وتحدث في نهاية هذه المناسبة وزيرة المالية سيدة سمسم عبدي آدم ووزير وزارة التخطيط القومي شكرا من خلال حديثهما الوفد القطري على حسهم الإنساني لمساعدة أخوانهم في صوماليلاند. قام اليوم محافظ إقليم هود سعادة إبراهيم علي حسن وبرفقته عدد آخر من المسؤولين قاموا بجولة تفقدية إلى مراكز تدوين الناخبين في الإقليم، وذلك للإطلاع على سير عملية تسجيل المواطنين في سجلات الناخبين استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. قام اليوم محافظ إقليم هود سعادة إبراهيم علي حسن وبرفقته عدد آخر من المسؤولين قاموا بجولة تفقدية إلى مراكز تدوين الناخبين بالإقليم، وذلك للاطلاع على سير عملية التسجيل مواطنين في سجلات الناخبين استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
وتحدث في هذه المناسبة لوسائل الإعلام المختلفة قائد قوات الشرطة إقليم، تطرق من خلال حديثه إلى سير عملية تسجيل الناخبين والحالة الأمنية في مراكز التسجيل. وكما تحدث هناك محافظ الإقليم أشار إلى أهمية عملية تسجيل الناخبين في الإقليم، وكما وضح استعداد مسؤولين الإقليم للمساهمة لإنجاح هذه العملية. صرح اليوم محافظ إقليم سرار سعادة علي محمد فارح لوسائل الإعلام المحلية من خلال مؤتمر صحفي أجراه في مقر مكتبه بمدينة عينبو عن الحالة العامة للإقليم والمواطنين فيه. صرح اليوم محافظ إقليم سرار سعادة علي محمد فارح لوسائل الإعلام المحلية من خلال مؤتمرا صحفيا أجراه بمقر مكتبه بمدينة عينبو عن حالة العامة للإقليم، حيث تطرق سعادته مطولا إلى مدى الأضرار والأعباء التي خلفتها موجة الجفاف والتصحر التي اجتاحت البلاد مؤخرا، وكما أشار إلى أن الحمل الكبير نتج عن شح المياه بالمنطقة والتي يعاني منها المجتمعات والشعوب القاطنة لمناطق وأحياء إقليم سرار. هذا وكما ناشر من خلال حديث مسؤولين الحكومة واللجان المكلفة في شؤون المتضررين من موجة الجفاف بإيصال الدعم العاجل لمساعدة المتضررين في تخطي هذه الأزمة التي يعاني منها الكثير. ومن جانب آخر ناشر سعادة علي محمد فارح محافظ إقليم سرار مواطنين الإقليم في أخذ بطاقات الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. عقد اليوم مسؤولي إقليم توغدير اللقاء الأسبوعي مع مسؤولي ومنسقي الوزارات المختلفة، وذلك لمناقشة القضايا الاجتماعية والمشاريع التطويرية في الإقليم. عقد اليوم مسؤولي إقليم توغدير لقاءهم الأسبوعي مع مسؤولي ومنسقي الوزارات المختلفة، وذلك لمناقشة القضايا الاجتماعية والمشاريع التطويرية في الإقليم. وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الميزانية الحكومية لعام 2016 والمخصصة لإقليم توغدير. وتحدث خلال هذا اللقاء محافظ إقليم توغدير سعادة محمد إبراهيم آدم الذي يترأس هذا اللقاء الأسبوعي، تطرق من خلال حديثه إلى أهمية هذه اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها مع مسؤولي الوزارات المختلفة، وذلك لمناقشة القضايا العاجلة في الإقليم. وناشد أيضا الوزراء ومدراء عموم الوزارات بعمل هيكلة إدارية حديثة تشمل الأقاليم المختلفة وإعطاء المخصصات الميزانيات للأقاليم حسب الأولوية وتقضية احتياجات مواطني الأقاليم من خدمات ضرورية، وكذلك حثهم بالمساهمة في البنية التحتية للإقليم وزيادة الدعم المالي للمشاريع التطويرية في الإقليم. أعزائنا المشاهدين، كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة، وحتى نلقاكم في نشراتنا القادمة تقبلوا تحياتي أنا فردوس حسن وتحيات فريق العمل، ودمتم في رعاية الله.